كلمة السيد أدميرال برنان روشيل قائد القوات البحرية الفرنسية. السادة السيدات جميع الحاضرين، السيد رئيس أركان حرب البحرية المصرية والفرنسية، سيداتي سادتي، لدي شرف كبير وسعادة كبيرة أيضا أنني ألتقي بوزير الدفاع المصري في خلال مراسم تسليم مروحي حاملة الطائرات المروحية التي أطلق عليها اسم الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وهذا يترك بصمة كبيرة في تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية. وكذلك هذا تواجد جميع الأميرالات وجميع القادة في خلال مراسم هذا الاحتفال يؤكد على الشراكة المصرية الفرنسية، وهذا يعد أيضا رمز للبحرية المصرية الفرنسية. وإنني أريد منذ عشرات السنين أيضا أن ألتقي بهؤلاء بقادة القوات البحرية المصرية لما يتميز به من جسارة ويتميز به من جرأة وشجاعة. وأريد أيضا أن أحيي أيضا بالسيد رئيس CNS وكذلك رئيس TXTX، وهناك أيضا وهذه الحاملة تتميز بكثير بمستوى عال جدا من التقنية الحديثة وهي بطراز حديث، فإن مروحية حاملة طائرات جمال عبد الناصر تعد من أحدث الحاملة طائرات المروحية فرنسية الصنع، والذي لدينا شرف كبير لضمها لأسطول البحرية المصرية. البحرية المصرية لديها القدرة أيضا ولديها العديد من التقنيات الحديثة التي لا يمتلكها أي أسطول بحري في أي دولة، فإن البحرية المصرية لديها كفاءات عالية من رجال البحرية وكذلك من المعدات ومن حاملات الطائرات. نعمل دائما على التعاون مع مصر لما تتميز به من أمانة وتتميز به من جهود دؤوبة يقوم بها دائما رجال البحرية المصرية. ولقد أيضا قمنا بالعديد من الشراكات من قبل مع العديد من الدول، ولكن حاملة طائرة المروحية جمال عبد الناصر فإنها تعد من أحدث الطرازات البحرية، وكذلك من الجدير بالذكر فهناك أيضا علاقات وطيدة في مجال الدفاع الجوي أيضا بيننا وبين فرنسا. فهناك أيضا العديد من النقاط السلبية التي أصيبت السياحة في مصر وفي فرنسا، ولكن نعمل دائما على المكافحة ضد الإرهاب، ونعمل دائما على التعاون في العديد من المجالات وعلى مكافحة الإرهاب. من خلال هذه وجهة النظر فإن التعاون بيننا وبين البحرية المصرية يعمل على إثراء البحرية المصرية والبحرية الفرنسية أيضا، وسوف نحصد الكثير من النتائج المثمرة لكلتا البلدين.
وكذلك نعمل دائما على التوطيد في مجال المعلومات وعلى تقديم المعلومات اللازمة سواء لمصر أو لفرنسا في مجالات الاستخبارات. إنني أريد أيضا أن أشير عن النقاط والمميزات التقنية والحديثة التي تتميز بها البحرية المصرية. كذلك أيضا في مجال الاستخبارات نقوم بالتعاون بين البحرية المصرية والبحرية الفرنسية. هناك أهداف دائما أمامنا نسعى دائما على تحقيقها. منذ عام تقريبا كان في عام 2015 كان هناك أيضا كان توقيع على العديد من الصفقات خلال زيارة رسمية إلى مصر. إنني أهنئ البحرية المصرية والبحرية الفرنسية على هذا التعاون المثمر بينهما. هناك العديد من الأهداف أمامنا يجب علينا أن نحققها، ويجب علينا أيضا أن نعمل على تحقيق التطلعات الشعب المصري والشعب الفرنسي من خلال العديد من الإجراءات التي يجب على كلتا الدولتين أن يتبنوها. هناك أيضا العديد من الأهداف والتعاون المثمر تقوم بها رجال الدبلوماسية المصرية الفرنسية. هناك تدريبات ومناورات من قبل البحرية المصرية ومن قبل البحرية الفرنسية، وكذلك رجال البحرية المصرية نقوم باستضافتهم هنا في فرنسا من أجل مزيد من التدريبات ومن أجل مزيد من التعاون بيننا. هناك نقاط مشتركة أيضا بيننا وبين مصر مما يساعد ومما يؤدي على هذا التعاون المثمر ومما يؤدي إلى نجاح هذا التعاون المثمر. مصر وفرنسا عليهم بمزيد من التدعيم ومزيد من توطيد العلاقات الأخاء بينهما. أتمنى لكم حظا سعيدا ومستقبلا باهرا للبحرية المصرية والبحرية الفرنسية.